الكارت البنكي اللي معايا ضاع. هو انا كده الفلوس اللي موجودة جوه الكارت راحت عليا ولا اتصرف اعمل ايه؟ السؤال ده جالي من احد المتابعين وهو بيسأل الكارت اللي معاه، هو شايل فلوس في الكارت وضاع، فهل معنى كده ان الرصيد اللي موجود عنده يعتبر ضاع ولا لا؟ طيب، مع ان السؤال هيعتبر للبعض ان هو سؤال بديهي وناس كتيرة عارفة الاجابة بتاعته، بس لازم ان لما حد بيبعت لي سؤال انا بحترم وجهة نظره ولازم اشرح له الموضوع بهدوء. اول حاجة، انا كراجل عميل في البنك لما ببقى شايل الفلوس بتاعتي مش ببقى شايلها جوه الكارت، مش ببقى شايل الفلوس جوه الكارت. في حاجة اسمها حساب جاري او حساب توفير او حساب ايا كان النوع بتاعه، حساب معاش ايا كان النوع. حضرتك لما بتشيل الفلوس بتبقى موجودة داخل الحساب بتاعك. الكارت اللي معاك لو ضاع ليس له اي قيمة، ملوش اي قيمة غير ان لو حد لقاه ممكن ان هو يسحب من الرصيد بتاعك اللي موجود في حسابك اللي موجود في البنك. هو ده اللي ممكن ان حد يستخدمه فيه، ان هو يستخدمه ان يسحب فلوس من الرصيد بتاعك اللي موجود جوه الحساب اللي في البنك. فعشان كده اول الكارت ما يضيع لا قدر الله لازم ان حضرتك بتتصل بخدمة العملاء في البنك فورا، ومن اي تليفون، من اي تليفون تتصل بيهم فورا تقول لهم انا الكارت البنكي بتاعي ضاع، لو سمحتوا وقفوا الكارت ده عشان محدش يستخدمه في السحب. ليه؟ لان ممكن حد يقدر ان هو يستخدمه في السحب حتى لو ما كانش معاه الرقم السري بتاعك. في اكتر من طريقة ان هو يقدر يسحب بيه الفلوس حتى لو ما كانش معاه الرقم السري بتاعك، والكلام ده انا شرحته في فيديوهات كتيرة قوي عندي على القناة. حلو، فاول خطوة حضرتك لازم تروح موقف الكارت البنكي وتتصل على طول بخدمة العملاء، تروح موقفه وتعمل كارت جديد. طيب، الكارت الجديد على ما يطلع هياخد اسبوع، هياخد 10 ايام. طب هو انا كده لو عايز اسحب فلوس مش هقدر اسحب لغاية اما الكارت الجديد يجي؟ لا، برضو في اكتر من طريقة ان انا اقدر اسحب من الرصيد بتاعي ومن حسابي حتى لو معيش كارت. وبرضو الكلام ده انا شرحته في اكتر من فيديو عندي على القنوات بتاعتي على السوشيال ميديا. وما تقلقش خالص ان الكارت لو راح، بس لازم ان انت تأمن نفسك وان انت تقوم بالاتصال بخدمة العملاء فورا. واي استفسار تحب تسأله اكتب لي في تعليق وهيتم الرد عليك. ما تنساش ان انت في التعليقات تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نعمل شير ولايك وكومنت.